قبل كل شيء مبروك الانتصار، 3 نقاط مهمة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك فيك يعيشك، ان شاء الله ديما الشبيبه في افراح وفرحين الجمهور الكبير هذا ان شاء الله. اليوم يمكن كانه شويه ضغط على الملاعبيه، الشوط الاول ما بدوش كما يلزم، مع الشوط الثاني يظهر لي فما بصمه نتاع وليد بوعافيه، شفنا تغيير جذري وتقريبا سيطره مطلقه توجد بهدف. والله صحيح ثم ضغط كبير وثم برشا اصابات في الفريق. الشوط الاول سيرتو في الفاز اوفونسيف ما كناش كيما ابليكي كيما يلزم. في الشوط الثاني حاولنا نداركوا الوضعيه، هبط محمد قراوي بنزيما الملقب بنزيما، خلق الفارق ولقينا البروفوندور والمساحات اللي لوجوا عليها، رغم اللي هو يلعب مصاب اصابه كبيره. ايش فيك مش فرحان ياسر؟ والله ضغط نتاع موسم كامل، ماتشات كبيره وتعب كبير والجمهور يطالب في برشا حوايج كبيره، اكيد باش الواحد يكون صحيح مش معبر على فرحته، ولكن الفرحه فرحه كبيره. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. شكرا لك مره اخرى، ان شاء الله الف مبروك، وان شاء الله الموسم القادم يكون افضل على الاقل في بدايه التحضيرات. ان شاء الله يعيشك، هذه هي الكلمه اللي لازم الناس كلها تتلم مع الجمعيه وتبدا تحضيرات على بكري وتكون ثم انتدابات مدروسه. والله الحمد لله، اول شيء نشكر الجمهور اللي جاء دز معنا من الاول للاخر. كما تعرف من الاول ما دخلتش، خاطر كانت عندي ضربه اسبوع كامل ما ترانيتش، دخلت في الاخر سبحان الله جت كوره حطيتها في الكاج هذاك. نعاود نشكر الجمهور اللي عندنا برجوليه وواحد، والله كله من عنده سيزون كامل يتبع معنا ويدز للاخر. وهاك تشوف الفلوس ما دام لا فلوس لا شيء، نلعبوا ديجا كيك من اول عام ما نزينا شيء، وهاك تشوف هذيك هي المجنه، هذاك شعار الجماهير. جو كبير وتغطيه كبيره للشبيبه طوال الموسم، نجموش نمروا عليه مرور الكرام. نعم، هو حدث مهم، مباراة مهمة، الجولة 12 من البطولة الوطنية الثالث المستوى الثاني. مباراة هي مصيرية لتحديد أولا ضمان البقاء، ثم لتحسين الترتيب في هذه البطولة. مشكورين على التغطية، يعني أعطيته حافز كبير للاعبين والمسؤولين باش الناس يعني قدمت ما يجب تقديمه لهذه المنطقة، يعني فيها 40,000 ساكن، متنفس وحيد كرة القدم. فرحة كبيرة في مجبل عباس. مرة أخرى نوجه بتحية لكم الكل، يعني طاقم الفريق، وشكرا. انا نعرف اللي انت واحد من جنود الخفاء، وانت من بين العناصر اللي عامله صيت كبير للشبيبه، ومن عناصر القوه خلاف الحق الهيئه المديره المنسجمه والجمهور الكبير. فما زاد بعض الجنود الخفاء اللي قاعدين يدعموا برشا في الشبيبه وعاطينها قيمه حتى مع الانديه الاخرى. نعم، برشا جنود خفاف الحقيقه في مجبل عباس، خاصه الدعم المادي. تعرفوا انه الماراثون الجولات في هذه البطوله المستوى الثاني تنقلات يعني بالجمله، والحمد لله يعني مجبل عباس برجالاتها. ديما راهو نحب نتوجه تحيه لاصدقاء يعني خارج مجبل عباس اللي يحضروا يواكبوا كل اللقاءات داخل مجبل عباس وخارجها، وهذاك هو يعني راهو معناش مزيه، وهذا راهو واجبنا في الحقيقه. يعني الناس اللي تبعوا كل يقولوا اليوم الشبيبه بالجمهور اللي عندها الهيئه المتجانسه تستحق الافضل. اليوم ما نحبوش الفريق يلعب من اجل البقاء، نحبوا الفريق يكون من المراهنين على الصعود. نعم، إذا ما الحفوز انهزم في مباراة اليوم يعني الشبيبة تحتل المركز الخامس، وفي الحقيقة يعني كانت الشبيبة في يومنا في المركز الخامس. بعض الملاحظين يقولون أنه مع انتدابات جديدة يمكن الشبيبة أنها تلعب في الرابطة الوطنية المستوى الأول. أجواء كبيرة اليوم في الشبيبة، وصورة الحق نشوفوها حتى في الأندية المحترفة. أكيد راهي فما خدمة كبيرة أسبوع كامل. والله الحمد لله وفقنا رب، والولاد يعطيهم الصحة الناس الكل، إطار فني، هيئة مديرة، خلية أحباء، وخاصة الجمهور التحفون هذا اللي شفتوه الماتشات الكل كان موجود ودز مع الجمعية. نحب نشكر زاد الناس اللي عاونونا الكل،
في تونس في الماجن البرا فهمتني يرحم والديهم الكل، راهو كل فرنك عطيتوه فهمتني، عاود فيها في الضحكه التحفون هذه نتاع الاولاد. خويا يرحم والديكم وان شاء الله الشبيبه في العلالي مرحبا بكم والحمد لله يا خويا. الجو هذا والجمهور هذا المفروض انه الشبيبه العام الجاي نشوفوها تراهن على الصعود، ما حشناش بالبقاء. والله ان شاء الله العام الجاي حابين نعملوا برنامج باهي نتاع صعود فهمتني. سنة بدينا مخر شوي والامور مش هي امور ماديه وكل، ان شاء الله العام الجاي نخدموا خدمه صحيحه فهمتني، وان شاء الله يصير كل الخير ان شاء الله. برشا مواهب في الشبيبه اكيد تبعتوهم السنه، واحد بالنسبه لي من بين ابرز العناصر محمد هادي صغير غاب يمكن اخر زوز جولات، امكانيات فنيه كبيره، كان من ابرز المتغيبين في الجولات الاخيره. اليوم جمهور الشبيبه ولا يطالب فيكم انه الموسم القادم ما عادش اكتفوا فقط بضمان البقاء. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله الجمهور طالبنا بالصعود، ان شاء الله نحضروا القدام من اول السيزون، وان شاء الله نطلعوا العام الجاي يا رب. اليوم شنو نقصتوا الهادي باش السنه الفريق يكون من المراهنين على الصعود وما يعيش الظرف الصعيب ذا، شنو نقص؟ والله السامي بدينا نحضروا مؤخر السيزون هذه والامور ماشي هي، اما الحمد لله وقفت الرجال من بعد وتريقت الامور.